طول حياتنا تقريبا بنعمل مجهود علشان نسعد الناس اللي بنحبها، وبنفرح أول ما بنسمع منهم كلمة شكرا أو نلاحظ تقديرهم وفرحتهم باللي عملناه، وتقديرهم ده بيخلي علاقتنا بيهم تقوى وكمان عطائنا يزيد ويستمر. لكن في نفس الوقت ممكن جدا علاقتنا ما ترجعش بيهم زي الأول، وده لو سمعنا منهم كلام يمكن ما يكونش أحسن حاجة، زي مثلا جملة اللي انت بتعمله ده واجب عليك، انت أصلا ملزم تعمل كده. ومعظمنا مر بالموقف ده في وقت من الأوقات، وساعتها حسينا قد إيه وجود التقدير قادر فعلا إنه يهد علاقات أو يقويها. لكن تعالوا ألخبطكم شوية واحكي لكم قصة تبين إن ساعات ممكن علاقتنا باللي حوالينا ما تبقاش أحسن حاجة لو قدرناهم. في وقت من الأوقات كان في 2 مخطوبين، وعلاقتهم بقى كان بيتضرب بيها المثل في الاهتمام، وإنه بيفتكر كل مناسباتهم مع بعض، وفي نفس الوقت كانت هي بتقدر وحتى بتنبهر بأي حاجة بيعملها مهما كانت بسيطة وعادية أو حتى مختلفة وبره الصندوق. لحد ما جه وقت حست فيه إن كل ده بدأ يتغير، وبدأ المجهود اللي كان بيعمله علشان يبهرها يقل. وساعتها استغربت وسألت نفسها هو ليه يا ترى عمل كده، مع إنها أقل حاجة بترضيها، وكمان قدرت اللي عمله علشانها وبينت له قد إيه كانت فرحانة ومبهورة بيه. وفضلت فترة محتارة لحد ما لفت نظرها جملة هو قالها، وهي جملة انتي أصلا بتنبهري بأي حاجة. ومع إنه قالها بهزار لكنها نورت في عقلها الحتة الضلمة اللي حيرتها، وهي إن رد فعلها كان واحد طول الوقت، سواء كان بيقدم لها حاجة جميلة لكنها بسيطة وعادية زي وردة أو كتاب، أو حتى حاجة كبيرة ومختلفة وجديدة عليها. وهنا أنا بتكلم عن رد فعلها واللي كان المبالغة في التقدير، أو بمعنى تاني الانبهار بأي حاجة كان بيعملها. وده بالظبط اللي خلاه لا إراديا يميل إنه ما يعملش أي مجهود عشانها، لأنها زي ما هو قال بتنبهر بأي حاجة وأقل حاجة ترضيها. وده للأسف يبين إن ساعات الانبهار عند بعض الناس زيه زي قلة التقدير، الاتنين بيهدوا العلاقات شوية بشوية، لكن طبعا كل حاجة فيهم بتهد العلاقة بطريقة مختلفة. وده يعلمنا إن مهما كانت الحاجة جميلة ومبهجة ومبهرة لينا، لازم علشان تستمر نقدرها وكمان نردها، لكن نخلي الانبهار والفرحة الزايدة اللي احنا حاسينها جوانا يعني نشيلهم لحاجة تستاهل وللشخص الصح في الوقت الصح، علشان ساعتها الانبهار يكون رد فعل غالي وكمان له معنى وسعي عند الطرفين علشان يحسوه. وفي نفس الوقت لازم نختار دايما الناس اللي بنعمل مجهود علشان نساعدهم، واللي طبعا لازم يكونوا بيشجعونا على كده بتقديرهم لينا وعطائهم المتبادل.